السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة اور كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل الشكل ده. الغرزة دي اسمها غرزة الزجزاج أو غرزة الموجة. بداية كده احنا كنا اتعلمنا في لو دخلتوا على قوائم التشغيل هتلاقوا في سلسلة تعليم أساسيات الكروشيه. اتعلمنا الخمس غرز الأساسية. ما ينفعش تتعلمي كروشيه وتعرفي تقولي أنا بعرف أعمل كروشيه غير لما تكوني عارفة الخمس غرز دول، عشان كده بنقول عليهم أساسية. يعني لازم أي حد بيشتغل كروشيه يكون عارف الخمس غرز دول. الغرزة اللي معانا ديت اسمها غرزة الزجزاج أو الموجة. دي من الغرز اللي بيقولوا عليها غرز الزخرفية. يعني إيه غرز زخرفية؟ الغرز الزخرفية هي بتتكون برضو بنعملها من الغرز الأساسية، يعني إحنا بنستخدم الغرز الأساسية في تكوين الغرز الزخرفية دي، لكن هي الفرق بينها وبين الغرز الأساسية إنه إحنا في نهاية القطعة أو في نهاية شغلنا بنلاقي الغرزة أخدت شكل معين. يعني هي كأني برسم بالخيوط، مش بس بشتغل، لا ده أنا كمان كأني بعمل رسمة بالخيط، عشان كده بنسميها الغرز الزخرفية. وبتلاقوا دايما إنه الغرز دي بتبقى واخدة الاسم بتاعها من شكلها. يعني مثلا الغرزة اللي في ايدي دي بيقولوا عليها الزجزاج أو الموجة علشان الشكل بتاعها ده. وتسمعوا بقى عن غرز زي غرزة الياسمينة، غرزة السنبلة، غرزة الفشارة. كل دي غرز واخدة الاسم بتاعها من الشكل بتاعها، بنقول عليها غرز الزخرفية. الغرز الزخرفية مش صعبة، سهلة جدا، لأن زي ما قلت لكم احنا بنعملها بالغرز الأساسية. يعني القطعة اللي معايا ديت أنا شغالة فيها أو اشتغلت فيها بالعمود بلفة. تمام. دلوقتي هنشوف مع بعض الباترون بتاعها، الدياجرام، وتقدري تحتفظي بيه، تعملي سكرين شوت وتشيليه عندك علشان يبقى مرجع ليكي، علشان يعني تأسسي نفسك في انك تعرفي تقري الباترون. الغرزة دي كل شكل من دول، يعني الموجة دي واحدة كده اسفة، بتتبني على 12 سلسلة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو عايزة اعمل شال، عايزة اعمل كوفية، يعني مثلا عايزة اعمل شال او كوفية، او مثلا بطانية بيبي او رانر او مفرش سرير او حتى كوشن او شنطة. طبعا بستخدم الخيط المناسب لكل حاجة. بعمل ايه؟ بعمل تكرار العدد 12. طبعا الحاجات دي كلها مقاساتها بتبقى مختلفة، فعلشان اجيب المقاس ازاي بعمل تكرار العدد 12. احنا عارفين ان الموجة دي بتبني على 12 سلسلة، بقعد اعمل تكرار للعدد 12، المضاعفات بتاعة العدد 12 لغاية لما اجيب المقاس اللي انا عايزاه. يعني فرضا عايزة اعمل الشال، والشال دوت العرض بتاعه مثلا انا عايزاه يبقى 65 سنتي او 70 سنتي. تمام. فهقعد اعمل مضاعفات العدد 12 لغاية لما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. طيب والله انا اخر 12 سلسلة جبت المقاس مظبوط، بس لسه فاضل 3 أو 4 سلاسل كمان لازم اعملهم عشان اقفل العدد 12. والله انتي ليكي مطلق الحرية، يا اما تزودي ال3 سلاسل دول، يا اما تنقصي الكام سلسلة الاخرانيين اللي بديتي بيهم اخر تكرار للعدد 12. مش هيفرق حاجة في القطعة لما تزيد 2 سنتي او تقل 2 سنتي، خصوصا في القطع الكبيرة. برضو تقدري تعملي بيه شنطة، تقدري تعملي بيه كوشن، وهنمشي بنفس الطريقة. انا هوريكم دلوقتي في الفيديو هنمشي فيها ازاي. طيب احنا دلوقتي هنبدأ بعمل سلاسل البداية. في البداية خالص بنعمل عقدة البداية، وبنرتفع زي ما اتفقنا من مضاعفات العدد 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنكررها تاني: 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12. تمام، انا كده معايا 24 سلسلة. تمام. احنا عاملينها قطعة صغيرة كده. هنرتفع، هنحط ايدينا على الغرزة الاولانية وهنرتفع 3 سلاسل، 2 3، وهنشتغل في الحلقة الخلفية اللي من الظهر. هنلف كده الغرزة الرابعة ونبتدي نشتغل جوه الحلقة اللي في الظهر دي ونعمل عمود بلفة. بصوا يا جماعة، هو احنا عندنا السلسلة بيبقى شكلها من قدام كده زي شكل حرف الفي او السبعة، بس من الظهر بيبقى فيه خيط كده. كل سلسلة ليها حلقة كده قبة لفوق كده من الظهر، هي دي اللي هنشتغل فيها. تمام، احنا عملنا كده هوت عمود. معنى كده انه الغرزة الأولانية عملنا فيها تزايد، ال3 سلاسل دول بنعتبرهم عمود، والعمود التاني دوت اعتبرناه التزايد بتاعه. بعد كده عندنا 3 أعمدة هنعملهم في ال3 غرز اللي بعد كده. 1 2 3. بعدين عندنا الغرزتين دول هنعمل فيهم تناقص. يعني ايه تناقص؟ يعني هنضمهم لبعض ويبقوا غرزة واحدة. هنطلع من لفتين ومش هنكمل بقية العمود، ونلف الخيط وندخل في الغرزة اللي بعد كده ونسحب ونطلع من غرزتين. هيبقى معانا على الإبرة 3 لفات هنطلع منهم مرة واحدة، وبالشكل ده بقوا الغرزتين دول عملناهم في غرزة واحدة. هنعمل نفس الحكاية في الغرزتين اللي بعد كده. هنطلع من لفتين وبعدين نعمل لفة على الإبرة وبعدين ندخل في الخيط اللي بعد كده، الغرزة اللي بعد كده، وبعدين نطلع من لفتين ونطلع من ال3 لفات. بعد كده هنعمل ال3 سلاسل اللي بعد كده. كل سلسلة هنعمل فيها عمود. 1 2 3. وبعدين السلسلة دي هنعمل فيها اللي بعد كده هنعمل فيها تزايد. يعني ايه تزايد؟ يعني هنعمل غرزتين في نفس المكان. عملنا اول واحدة وادي تاني واحدة في نفس المكان. تمام، بقى الشكل عندنا كده. الشكل ده احنا بنيناه على 12 سلسلة. هنرجع نعيدهم تاني زي ما عملنا من البداية. اول غرزة تزايد، واخر غرزة تزايد، وفي النص بنعمل 2 تناقص. اهو هنبدأ الاول اهو بغرزة فيها تزايد. السلسلة دي هنعمل فيها 2 عمود كاملين في نفس الغرزة. بعدين ال3 سلاسل اللي بعد كده هو اول دور بيبقى يعني تحديد المكان صعب شوية علشان خاطر 1 عشان خاطر احنا بنشتغل في الظهر فبتبقى الغرزة مش واضحة قوي، بس ده بيخلي في النهاية الشكل حلو، شكل الشغل حلو. خلاص كده عملنا ال3 أعمدة اللي ورا بعض. بعد كده عندنا التناقص. التناقص يعني
بنعمل غرزة واحدة بس في مكانين، واحد يعني غرزتين بنضمهم في غرزة واحدة، وبعد كده بنطلع من 2 بيبقى عندنا 3 بنروح ساحبين الخيط كده، وبيبقى ليها مكان واحد بس كأنها غرزة واحدة. هنكررها تاني في السلسلة اللي بعد كده. ادي هنطلع من لفتين وبعدين نلف الخيط على الإبرة وندخل في الإبرة اللي بعد كده، أو في الأسفة في السلسلة اللي بعد كده، ونطلع من لفتين، وفي الآخر نطلع من اللفات كلها 3. وبعدين هنعمل 3 سلاسل، كل سلسلة هنعمل فيها عمود، 2 3 اهي، التالتة اهي، وهنلاقي في الآخر هيبقى عندنا السلسلة الأخيرة هنعمل فيها تزايد. واحد 2 تزايد، يعني بعمل غرزتين في نفس المكان. وده بقى الشكل بتاع غرزة الزجزاج أو غرزة الموجة. ماشي، هنرجع نرتفع 1 2 3 وهنلف الخيط وهنعتبر ال3 دول أول عمود. في نفس المكان هنعمل تزايد، هنعمل عمود تاني، تمام كده. وبعدين هنمشي زي ما عملنا في الدور اللي فات، 3 غرز هنعمل في كل غرزة عمود، 2 3. بعدين بنعمل تناقص، يعني بناخد غرزتين في غرزة واحدة، بنطلع من لفتين وبعدين بنلف الخيط على الإبرة وندخل في الغرزة اللي بعد كده ونطلع من لفتين ونطلع منهم كلهم. بعدين بنكرر التناقص ده تاني في الغرزتين اللي بعد كده، بنطلع من لفتين وبعدين نلف الخيط وندخل في اللي بعدها ونطلع من لفتين، يبقى معانا 3 لفات على الإبرة، نلف الخيط ونطلع من ال3 مرة واحدة، وبعدين نعمل 3 أعمدة في ال3 غرز اللي بعد كده. 1 2 3. وبعدين نعمل غرزة تزايد، زي ما بدأنا بالتزايد بننتهي المجموعة دي بالتزايد ونبدأ المجموعة الجديدة نعمل فيها برضو تزايد. 1 2 عمود في نفس المكان، وبعدين نعمل 3 أعمدة، 1 3 أعمدة ورا بعض، كل غرزة فيها عمود، 2 3. وبعدين نعمل التناقص، نطلع من لفتين ونلف الخيط وندخل في الغرزة اللي بعد كده ونعمل لفتين كده ونطلع من ال3. نكرر التناقص تاني، نطلع من لفتين ونلف الخيط ونطلع من لفتين تاني، وبعدين يبقى عندنا 3 لفات هنطلع منهم كلهم مرة واحدة. وبعدين هنعمل 1 2 3 3 غرز، كل غرزة بنعمل فيها غرزة واحدة بس، وبيبقى عندنا اهو سلاسل الارتفاع اللي اعتبرناها اول عمود هنعمل فيها، هنعمل في 3 سلسلة هنعمل تزايد
زي ما قلت لكم احنا بنبدأ المجموعة بتزايد وبننتهي بتزايد. الغرزة دي ملهاش وش ولا ظهر، لاننا بنقعد شغالين رايح جاي. واجمل حاجة في الغرزة دي لما ندخل لون جديد، بمعنى انه ان احنا ما نبقاش عاملين الشغل كله بلون واحد. كل عدد من الادوار نروح مدخلين دور جديد، لون جديد. انا عملت دور كمان، يعني دول القطعة دي 3 ادوار، ومفروض ان احنا اخر غرزة بنعمل فيها تزايد. انا عملت اهوت اول عمود وتاني عمود علشان اوريكم ازاي بنغير اللون. بنطلع من لفتين، عمود عادي جدا وبعدين لفتين، وبنرتفع كده شوية ونجيب اللون التاني. ادي اللون التاني، بنعمل عقدة البداية. شايفين الغرزة بتاعة العمود بلفة اهي، تمام. اللي هو علامة الفي، هندخل في النص هنا وبعدين ندخل في اللفة التانية اللي طلعنا، مش احنا طلعنا من لفتين اخر حاجة، اللفة التانية دي، وبعدين نسحب اللون الجديد. ماشي، ونبتدي نعمل 3 سلاسل اللي هما بتوع الارتفاع وبنعتبرهم اول عمود. تمام كده. بنيجي بقى للون الاولاني وبنشد الخيط ده بالراحة كده، وبعدين نحاول ان احنا نأمن الخيط بتاعنا. بيننا بنعمل زي عقدتين كده، هو تأمين. طبعا في الاخر خالص لما الشغل بيخلص بنبتدي نداري الخيط ونخفيه تماما ما بين الغرز. اهي، وبدأنا كده الدور الجديد بلون جديد. هندخل نعمل عمود في نفس المكان، اول غرزة خالص. زي ما انتوا عارفين الغرزة الاولانية بنعملها تزايد، وبعدين نعمل 3 اعمدة ورا بعض، كل عمود فيه عمود. هنكرر كل اللي عملناه في الادوار اللي فاتت. هي الغرزة يعني اجمل حاجة فيها ان هي بتتكرر، يعني ادوار بتتكرر، مفيش حاجة جديدة، فهي مناسبة قوي لأي حد مبتدئ. بعدين بنعمل تناقص، اتعلمنا خلاص التناقص بيتعمل ازاي. بنضم غرزتين في غرزة واحدة، بنعمل تناقص تاني، بعدين بنعمل 3 أعمدة ورا بعض، 2 3، وبعدين غرزة تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس المكان. بنرجع نعيد كل الحاجات اللي احنا عملناها دي. ترتيب الغرز بالظبط مهم جدا، ترتيب الغرز. اول غرزة بنعمل فيها تزايد، بعدين بنعمل 3 أعمدة ورا بعض، كل عمود فيه عمود واحد بس، 3. بعدين بنعمل مرتين تناقص، ادي اول مرة وادي تاني مرة.
وبعدين بنعمل 3 أعمدة زي ما قلنا. العمود الأخير بنعمل فيه تزايد. في نفس المكان بنعمل عمودين وبنرتفع 3 سلاسل وبنعتبرهم أول عمود. ده هيبقى شكل القطعة. ممكن نعمل دور كمان علشان شكل القطعة يبان أكتر. أهو بنعمل تزايد في أول غرزة، بعدين 3 أعمدة، 2 3، بعدين مرتين نعمل فيهم تناقص. ادي اول مرة، وادي تاني مرة. بعدين 3 أعمدة، 1 2 3، بعدين تزايد. أكررهم تاني، تزايد، واحد، 2 3، تناقص، تناقص المرة التانية، تلات أعمدة، 1 2 3، وآخر غرزة بنعمل فيها تزايد. زي ما قلنا آخر غرزة دي بتبقى صعبة شوية، مكانها متداري شوية، فممكن نعلمها بحاجة علشان زي ما انتوا شايفين الغرزة مبنية على الأعداد، على أعداد معينة، فلو طلعنا الدور اللي بعد كده وفي اختلاف في العدد القطعة مش هتبقى مظبوطة. أتمنى أن تكون الغرزة سهلة عليكم، وإن شاء الله تقدروا تنفذوها بسهولة. وإذا كان الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، والمش مشترك في القناة يا ريت يشترك. شكرا.